لو انت متخيل ان علبة مشروب الطاقة هي اللي هتديك طاقة طول اليوم وهتخليك فايق ومركز ونشيط، فالصراحة انت بتضحك على نفسك. هنعرف النهاردة كل حاجة موجودة في مشروب الطاقة، مش بس هنقرأ اللي مكتوب على العلبة بتاعت مشروب الطاقة، احنا هنفصص كل حاجة وهنعرف انت بتشرب ايه وبتدخل ايه جسمك. انا نور الدين، وهنتكلم النهاردة عن مشروبات الطاقة. اول حاجة هنبدأ بيها واشهر حاجة في مشروبات الطاقة وهي الكافيين. الاستهلاك اليومي المسموح به عند منظمة الغذاء والدواء الامريكية هو 400 ملي جرام كافيين للانسان البالغ، وده رقم كبير جدا، يعني المفروض انك ما توصلش للرقم ده. طيب، مشروب الطاقة الازازة الواحدة فيها من 160 ل 200 ملي جرام كافيين، وممكن في حاجات كمان فيها اكتر من كده. يعني انت حرفيا مشروبين طاقة في اليوم انت قفلت التارجت بتاع الكافيين الآمن حسب منظمة الغذاء والدواء، مع اني معترض على كلمة الآمن ديت للكافيين في اليوم. طيب هتقول لي ايه اللي هيضرني لو شربت كمية الكافيين الكبيرة قوي دي؟ انا متأكد ان المايك شغال. هتقول لي ايه اللي هيضرني لو شربت كمية الكافيين الكبيرة قوي دي في المشروب الواحد؟ بص، الكافيين وظيفته الأساسية إنه يجي على مستقبلات التعب في مخك ويقعد مكانها أو يقفلها. كل وظيفته. فإنك تدخل كمية الكافيين الكبيرة دي في مشروب واحد، فأنت حرفيا بتدمر دماغك. مش هقولك أكتر من كده. تاني حاجة وهي السكر. بص، ال FDA اللي هي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بتقول إيه؟ بتقول إن الإنسان الآمن إن المفروض ياخد ماكسيموم 50 جرام سكر في اليوم. سكر اللي هو سكر، يعني سكر على طول، اللي هو سكر سريع الذوبان، السكر بتاعنا. هقول إيه تاني؟ فإزازة أو عبوة المشروبات الطاقة الواحدة مينيمم فيها 54 جرام سكر. فده رقم كبير جدا، رقم اكتر من اللي انت المفروض تاخده في اليوم. فبالتالي هيحصل لنا شوجر كراش. اللي هو ايه اللي هيحصل بالظبط؟ ان نسبة السكر في جسمك هتعلى مرة واحدة وبعد كده تقوم جاية نازلة مرة واحدة. فساعتها هتدوخ مرة واحدة، هتصدع مرة واحدة بعد ما كنت فايق من كام دقيقة. والتالت حاجة هنتكلم عنها وهي التورين. التورين ده هو عبارة عن حمض أميني جسمك بيستخلصه عادي من اللحمة، من الفراخ، من غيرهم. حمض اميني عادي جدا، بس هم حطوه لهدف تسويقي بحت. ايه بقى المشكله؟ ان الكوكتيل بين التورين والكافيين بيعلوا ضربات القلب جدا، لان هم بيحطوا كميات مرعبه من اي حاجه. حرفيا هم اي حاجه بيحطوا منها كميات مرعبه، مش بيحطوا الكميات الطبيعيه البني ادم ممكن يتعود عليها. طيب، بعد كده بيحط لك شويه اعشاب طبيعيه عشان يحسسك انه منتج طبيعي جدا 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 جدا، مفيش طبيعي اكتر من كده. فبيحط لك عشبة اسمها جوانا أو غوانا زي ما تنطقها. العشبة دي كل وظيفتها إن هي بتعلي نسبة الكافيين في المشروب اللي أنت تشربه، أو هي عامة بتدي كافيين للجسم. والكافيين اللي بيكون مكتوب جواها مش بيكون مكتوب على العلبة من بره، فده كافيين زيادة غير 200 مللي جرام اللي كانوا كاتبينهم قبل كده. فانت حرفيا قربت من التارجت بتاع اليوم في علبة واحدة بس. وتاني حاجة بيحطوها هي الجينسينج. الجينسينج ده هو عشبة بتساعد على تحسين الأداء. طيب، فين المشكلة؟ المشكلة انك لسه ما عملتش لايك واشتركت في القناة. لا بجد بجد، المشكلة في لا بجد المشكلة في ان هو بيحاول يخدعك تسويقيا، وبيحاول يتهرب من انه عنده كمية كافيين كبيرة جدا اكبر من اللي الجسم محتاجها. هتلاقي بعض الانواع مكتوب عليها من ورا ان هي مليئة بالبي 12. تبص على العلبة من ورا تلاقي مكتوب عليها 500% من احتياجك اليومي للبي 12. فهم بيكتبوا ارقام مرعبة، اللي هو يحسسك ان هو ده حاجة تحفة، طعمها تحفة، هتديك فيتامينات ومعادن وهتروق عليك وهتروق على الدنيا كلها يعني. بس الحقيقة ان جسمك مش بيستفيد من حتى ربع الكمية اللي مكتوبة، لان البي 12 هي عبارة عن فيتامين من الفيتامينات اللي بتدوب في المية. تمام، فجسمك مش بيستفيد من كمية كبيرة منه في مشروب قد كده حرفيا.
الباقي بقى بيروح فين؟ بيروح على الكلية العزيزة. تفضل بقى ايه طول اليوم تنظف في المية اللي موجودة جوه جسمك من كمية البي 12 الكبيرة دي عشان تنزلها في البول، لانك مش هتستفاد من ده كله. عشان كده بعد كل اللي انا قلت لك عليه ده، في بعض الحكومات قالت ان مشروبات الطاقة يفضل مكتوب عليها ان هي لا تصلح للحوامل، لا تصلح للمرضعات، لا تصلح لمن عنده اي امراض في القلب، لان المشروبات دي خطر عليهم جدا 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 جدا، ومنعوه انه يتباع في الانديه الصحيه على انه مشروب رياضي، ومنعوه انه يتباع في المدارس ويتباع لاي حد اقل من 16 سنه. الخلاصه انت واحد صحيت من فكون بعد ده كله مش بصور. الخلاصه انت واحد صحيت من النوم عايز تشرب حاجه فيها كافيين، المفروض تعمل ايه؟ المفروض تشرب اي حاجه تكون مش مصنعه قدر المستطاع. زي ايه؟ مصادر الكافيين كتيره جدا كتيره جدا 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 موجوده حوالينا في الطبيعه. القهوه، الشاي، اي حاجه فيها كافيين. في حاجات كتيره قوي، في اعشاب كتيره قوي فيها كافيين. مش لازم نروح نستخدم حاجات مصنعه زي مشروبات الطاقه، لان انا كنت واقع في الفخ ده زيك بالظبط، لحد لما قعدت دورت وبحثت ولقيت الموضوع مش ظريف خالص، فقررت ان اطلع اعمل الفيديو ده. بس كده يا صديقي، ما تنساش شوية الحبشتكنات اللي تحت ديت. وقول لي حابب نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.